تعرفوا مين هو العزير؟ وهل ربنا سبحانه وتعالى أماته 100 عام ثم أحياه؟ تعالوا نعرف. العزير دوت كان نبي من أنبياء اللي ربنا بعته لبني إسرائيل، وكان رجل حكيم وصالح. في يوم من الأيام العزير ده ماشي في الطريق، وقابل قرية خاوية على عروشها، يعني متدمرة وبيوتها كلها متكسرة ومفيهاش ولا مكان سليم. فبص كده بتعجب وقال ايه، هو ربنا سبحانه وتعالى يقدر يحيي الأرض دي أو البيوت دي تاني بعد الدمار ده كله؟ يعني مستغرب إن في حد يقدر أو ربنا يقدر إن هو يحيي الحاجة دي أو يرجعها كما هي. بعد ما العزير فضل مستغرب كده وعمال يتأمل ويقول إن ممكن المكان ده يحيي تاني وكده، راح استظل تحت شجرة ونام تحتها وربط الحمار بتاعه، وكان معاه سلة فيها بعض الطعام والشراب. نام العزير وما قامش غير بعد 100 سنة. ربنا حب يوريله قدرته، حب يوريله أنا أقدر أعمل إيه، فاداله آية من آيات الله اللي هو إيه، أماته 100 عام ثم أحياه. فلما قام العزير كده استغرب، ليه الأكل زي ما هو والمية زي ما هي. ففي ملك، ربنا بعت له ملك نزل كده وسأله، قال له أنت نمت قد إيه؟ قال له يوما أو بعد يوم، يعني أنا نمت يوم كده ولا يومين بالكتير قوي وخلاص. قال له انت نمت 100 عام. فقال له انظر الى طعامك، بص على الطعام وعلى الفاكهه وعلى الميه اللي معاه، لقيهم زي ما هم متغيروش رغم ان عدى 100 سنه، فما اتغيروش. وقال له بص على الحمار، بس على الحمار لقيه عظام، لقيه عظام. ربنا دي حكمه ان هو يوري له الحمار وهو بيجمعه لحم، ورجع الحمار تاني قدام عينه بعد ما كان ايه، بعد ما كان عظام، رجعه لحم زي ما هو. فسبحان الله، فاستغرب جدا العزير، وربنا سبحانه وتعالى قال له هنبعثك آية للناس. ورجع العزير هو والحمار بتاعه للقرية بتاعته، لقي القرية بتاعته بقت عمار وطبعا اتغيرت. فراح للقوم بتوعه وقعد ايه قصة على القوم بتوعه القصة بتاعته. طبعا هم كذبوه وما صدقوش في الاول، قالوا لا مفيش الكلام ده استحالة يحصل. قال لهم لا ده، وحكى لهم على قدرة ربنا سبحانه وتعالى وازاي ربنا احياه بعد ما اماته 100 عام هو والحمار. طبعا الناس كذبوه وما صدقوهوش. فكانت في ست عجوزة من قبل العزير دي، يعني اكبر من العزير اصلا. فلما سألوا الست ديت عشان هي كانت تعرفه كويس، قالت لها ايه، قالت اوصافه. قالوا لها قولوا لنا اوصافه، قالت اوصافه، ولما شافته قالت هو ده العزير. فوقتها الناس صدقته وامنوا بيه.